طلاب تالتة اعدادي ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبافضل صحه وبافضل حال، اللهم امين يا رب. فيديو النهارده ازاي تراجع مواد تالتة اعدادي كلها، وحرفيا الفيديو ده مش لطلاب تالتة اعدادي بس، لو انت طالب في اي سنه غير تالتة اعدادي او حتى في الكليه. الطريقه دي حرفيا انا مش وصلت لها غير بعد 16 سنه تعليم. حرفيا الطريقه دي هي اللي نفعت معايا وانا بذاكر في امتحانات الكليه، سواء امتحانات الفاينل او امتحانات نص السنه او الامتحانات عامه، واتمنى كنت اعرفها من بدري. حرفيا لو امتحانك فاضل عليه 4 ايام بس هتقدر تلم الماده كلها، حتى لو انت ما كنتش ذاكرتها قبل كده كويس، او لو انت كنت بس مجرد قاريها بس. حرفيا انا وصلت للطريقه دي بعد 16 سنه تعليم. جهز ورقه وقلم معايا واكتب كل اللي انا هقوله، وما تنساش تعمل سيف للفيديو علشان لما تحب ترجع له تلاقيه تاني. قبل ما اعرف الطريقه دي انا كنت بقع في غلطين. اول غلط واكبر غلط هو ان انا كنت لما عاوز اذاكر الماده ليالي الامتحان كنت بعوز اذاكر الماده كامله. لما عاوز مثلا اذاكر عندي شابتر زي كده اللي قبل الامتحان او في ليالي المراجعه، كنت لما عاوز اذاكر شابتر زي كده كنت بعوز اذاكره كله كامل بالتفصيل الممل وافهم كل حاجه فيه. وده كان اكبر غلط كنت انا بعمله، لان لو كنت عايز اعمل كده وكنت عايز افهم كل حاجه ما كنت عملت كده من الاول. تاني غلط كنت بقع فيه ان انا ما كنتش بعرف ابدا الماده ازاي او ابدا اذاكرها ازاي. المواد عندنا كبيره، فالماده مثلا 1800 ورقه، فانت مش عارف تبدا منين، تراجع من النص ولا تراجع من الاول ولا تراجع من الاخر ولا تحل امتحانات ولا تعمل ايه. في الحقيقه انا جربت طريقتين وهم دول اللي نفعوا معايا، وحرفيا كنت اي حد بقول له على الطريقتين دول كانوا بينفعوا معايا برضه، وكانوا بيجيبوا معايا نتيجه حلوه قوي في وقت قليل. اول طريقه معايا وهي اسمها السبيسد ريبيتيشن، التكرار المتباعد، وهي ان انا بذاكر المادة مش بذاكرها بنسبة 100% من أول مرة، بس بذاكرها كذا مرة، بكل مرة بنسبة 70%، وبكده المادة بتثبت معايا. وتاني طريقة معايا هي المناوشات، وخليني اوضح لك اكتر علشان تفهم يعني ايه المناوشات. مثلا نفترض ان انا المادة عندي قبلها 4 ايام بس، والمفروض ال4 ايام دول انا هذاكر المادة لاول مرة وهراجع المادة لاول مرة، وانا معرفش عن المادة اي حاجة، مفيش قدامي المادة غير 4 ايام. بقوم عامل ايه؟ بقوم مقسم ال4 ايام دول يوم اول ويوم تاني ويوم تالت ورابع، وابتدي اقسم المادة عليهم. اليوم الاول هعمل فيه كذا، واليوم التاني هعمل فيه كذا، والتالت هعمل فيه كذا. وخليني اقول لك بالتفصيل كل يوم هنعمل ايه. هنفترض مثلا ان انا عندي المادة بتاعتي 10 شباتر، الشابتر الواحد بيبقى حوالي 30 او 40 صفحة، تمام؟ هبدأ اقسم ال10 شباتر دول على ال4 ايام اللي قبل المادة. ده نفترض ان انت عمرك ما ذاكرت المادة قبل كده. هبدأ اقسمها ازاي؟ اول يوم هبدأ اسمع ريكوردات، مثلا ال10 شباتر دول هقسمهم 5 ايام، 5 شباتر و5 شباتر. في اليوم الاول هبدأ اسمع ريكوردات ال5 شباتر دول، بحيث ان الريكورد اللي هسمعه كل مثلا محاضرة بيبقى حوالي ريكورد واحد، يعني 5 محاضرات او 5 شباتر، يبقى 5 شباتر يبقوا 5 ريكوردات، يعني مثلا حوالي 5 ساعات او 7 ساعات تسمع فيهم كل الريكوردات بتاعت ال5 شباتر في اليوم الاول. بحيث ان الريكورد دوت هيبقى فيه الدكتور قايل ده السؤال دوت مهم، ده انا هجيب السؤال كذا، بحيث يبقى انت لقطت حاجات مهمة. بعد ما تخلص كده هتعمل ايه؟ هتقوم مقسم ال5 شباتر دول، كل شابتر مش هياخد معاك قراية كاملة، هقرا الشابتر كامل في نص ساعة. حدد وقت زمني ليه نص ساعة، يتنطط يعمل الشابتر تقيل الشابتر مش تقيل، هي نص ساعة بس تقرا الشابتر كله، ودقيقتين كمان بعد ما تقرا الشابتر كله هتعلم على الحاجات المهمة. يبقى انت قريت الشابتر وسمعت الريكورد بتاعه وعرفت الحاجات المهمة اللي عليه، سواء بقى الشابتر تقيل مش تقيل مش وقته خالص. الا لو انت بقى عارف ان الشابتر دوت مثلا او شابتر معين هيجي منه 20 درجة في الامتحان، يبقى ساعتها بقى انت محتاج تذاكر الشابتر كله بالتفصيل. هنيجي بعد كده لليوم التاني. اعمل ايه في اليوم التاني دوت؟ هخصص ساعة واحدة بس في اول اليوم اذاكر فيها ال5 شباتر، هقرا فيها ال5 شباتر اللي انا قريتهم امبارح، هقراهم تاني قراية سريعة واركز تاني على اهم النقاط واحفظ فيهم اهم النقاط، بحيث ياخدوا معاك ساعة واحدة بس. خلاص ال5 شباتر هي ساعة واحدة بس في اول اليوم. طيب باقي اليوم هعمل ايه؟ هتمسك ال5 شباتر اللي فاضلين عشان يبقوا كده ال10 شباتر اللي عليك بتوع المادة كلهم، همسك ال5 شباتر التانيين دول، هقوم برضو عامل نفس الكلام اللي عملته امبارح، هسمع الريكوردات بتاعتهم، كل شابتر ما ياخدش معايا نص ساعة، والشابتر الواحد بعد ما اخلصه ازود كمان دقيقتين عليه، اعلم على الحاجات المهمة.
هاجي بعد كده لليوم الثالث معايا، والمفروض ان انا هقسم اليوم الثالث نفس الكلام. طيب اليوم الثالث هقسمه ازاي؟ انا هحتاج فيه اول ساعة او ساعتين في اليوم، ساعة او ساعتين بالكتير، مش يزيدوا معايا عن ساعتين. هعمل فيهم ايه؟ هبدأ اراجع فيهم على الحاجات المهمة اللي انا علمت عليها، والنقاط المهمة اللي انا علمت عليها، والنقاط المهمة اللي انا سمعتها في الريكوردات ان هو قال مثلا السؤال ده جاي والسؤال ده مهم، والحاجات دي كلها هبدأ ارجع عليها، هبدأ ارجع عليها تاني وابدأ احفظها. لو هي حفظ احفظها، ولو هي اسئلة ابدأ احل عليها. مش هقول لك تحل عليها كلها، بس تحل لك من كل حاجة كده، من كل شابتر سؤالين ثلاثة، بحيث تبقى انت فاهم ومجمع الدنيا. خلينا متفقين ان في الثلاث ايام دول انا ما ذاكرتش الماده، انا بس اتعاملت معاها، عملت معاها زي كونتكت اي، اللي هو انا عرفت انا ذاكرت ايه، وعرفت انا ما ذاكرتش ايه، وعرفت ايه الحاجات المهمه، وعرفت ايه الحاجات اللي مش مهمه، وعرفت ايه الحاجات اللي المفروض اركز عليها، وايه الحاجات اللي مش المفروض اركز عليها، وعلى الاقل استوعبت الدنيا ماشيه ازاي ورايحه فين. هاجي بعد كده لليوم الرابع، خلاص كده انت عينك لقطت المنهج وفهمت المنهج ماشي ازاي، وتقريبا افتكرت المنهج كله ماشي ازاي. هاجي بعد كده لاهم واخر يوم معايا، وهو اليوم الرابع. كده انا خلاص تقريبا افتكرت المادة كلها، وعرفت المادة ماشية ازاي، وايه المفروض اركز عليه، وايه مش المفروض اركز عليه. طيب بعد كده هعمل ايه؟ هبدأ امسك امتحانات السنين السابقة، هبدأ احل امتحانات السنين السابقة. على الاقل في كل سنة عايز احل لي 5 امتحانات. الامتحان ابدا اذاكره ويكون معايا كراسه الاجابه بتاعه الامتحان، بحيث لو في سؤال وقف معايا خلاص انا مش لسه بقى هروح اعمل، لا ده انا احفظه من هنا على طول. ولو هو حل شوف طريقه الحل ماشيه ازاي. في الخمس امتحانات دول هتلاقيهم بيتكرروا، مثلا الامتحان الاول هيقف معاك نصه، الامتحان الثاني هيقف معاك 40% بس، الامتحان الثالث هيقف معاك 30% بس، الامتحان الثاني هيقف معاك 20%، الامتحان الخامس هيبقى انت خلاص بقى فهمت الماده ولميت الماده وبدات تحل لوحدك، ولو هي حفظ هتكون خلاص حفظتها من كتر التكرار. وبصراحة حل امتحانات السنين السابقة دوت بيعتمد على مدى فهمك لدماغ الدكتور. يعني لو الدكتور بيجيب من امتحانات سنين سابقة ذاكر امتحانات السنين السابقة، لو الدكتور مثلا بيجيب حاجة معينة او اسئلة معينة ذاكر الاسئلة دي. طيب في حاجة كمان نسيت اقولها لك، في اليوم الثالث، في اليوم الثالث انت بتجيب ورقة وقلم في نص اليوم الثالث، النص الاخير من اليوم الثالث بتجيب ورقة وقلم وتكتب فيها كل المتشابهات، النقط المهمة والملاحظات والتعريفات والحاجات المهمة، والحاجات اللي انت حاسس ان انت بتغلط فيها، والحاجات اللي انت حاسس ان انت لسه ما لميتهاش بنسبه مثلا اقل حاجه 90%. تقوم ماسك ورقتين كده 3 كاتب فيهم كل المتشابهات دي. تيجي برده في اليوم الرابع بعد ما تحل وتخلص امتحانات تراجع على المتشابهات دي، بحيث يبقى انت كده ذاكرت كل الحاجات اللي واقفه معاك الصعبه، وحليت امتحانات وذاكرت الماده وافتكرتها كلها. وحرفيا كده انت من واحد مش عارف حاجه في المنهج لواحد هيخش يجيب في المنهج وفي الماده على الاقل 80%. وبس كده، ما تنساش تعمل سيف للفيديو علشان تلاقي الفيديو بعد كده، وما تنساش تشير الفيديو مع اصحابك. وبس كده، كان معاكم باشمهندس احمد عاطف، بنزل نصايح للطلاب وبنزل لهم اهم الطرق الفعاله للمذاكره. فما تنساش تتاكد ان انت مشترك في القناه ومفعل زر الجرس عشان يوصلك اشعار بكل الفيديوهات اللي انا هنزلها الفتره الجايه. وبس كده، سلام.